بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله احنا معانا الشقه دي هي متاسسه بس محتاجه ان هي تضاف لها بعض العلب وبعض الاساسيات زي الدش وبعض علب اللي هي البرايز الاضافيه وعلب التليفون. يلا بينا نشوف الشغل في الشقه هيكون عامل ازاي. دخلنا من باب الشقه، ده المطبخ هو متشطب. هنيجي هنا، احنا هنا اضفنا علبة وطلعنا بيها وخرطوم عشان هيتعمل هنا هوت كيبسن بورد. احنا حطينا هنا التليفون تحت، وهنا دش وبريزة عشان هنا يتحط التلفزيون. هنا دي هتكون أوضة الليفينج. هنا 3 برايز. هنا ده هيكون أبليك في ظهر سور الجنينة. هنا برضو بريزة، ده الأبليك التاني. وهنا برضو هيكون فيه الدش، علبة للدش وعلبة للكهرباء. هنطلع هنا في أوضة النوم الأولانية. هو يستحب إن يكون في برايز كتير في الغرفة للاستخدام. أدي باريزة هنا اهوت، باريزة هنا اهوت. احنا حبينا إن احنا نحطها في العالي لأن هو هيحط هنا كومودينو، وهنا هيبقى السرير، وهنا الكومودينو التاني. ده كده اهوت هيكون هنا في شاشة تلفزيون برضو وباريزة. دي غرفة النوم. ده بواط التجميع اللي هيخش فيه أسلاك الدش. هنا برضو باريزة لأن هنا هيتحط السرير. دي باريزة. هنا برضو تلفزيون. لو تلاحظوا ان كل الدقة عندي هنا هوت في العالي لان احنا ما جيناش جنب السيراميك. اهو ده الحمام. وان شاء الله نرجع لكم تاني بعد الانتهاء من الاعمال، الدهانات والتشطيبات، ونشوف الشقة هيكون شكلها عامل ازاي ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الانتهاء من التشطيبات الكهربائية. يلا بينا نشوف الشكل طلع ازاي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. نسمي الله، بسم الله. ده الاسبوتات، بيت النور، سبوتات بيت النور. هنا الطرقة.
هنا غرفة النوم، أطفال، غرفة نوم أطفال. يا ريت متنساش تدعم القناة لو أول مرة تشوفنا بالاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات أخوكم محمود المصري.